خميني بالنسبه لخميني انا ما كنتش اعرف خميني ابدا، ما اعرفش حتى ثوره. لكن تصادف يوم ان انا في باريس بقى والثوره لسه الشاه لسه موجود والثوره بتتحرك، وكتبت الموند خبر ان انا في باريس، لقيت واحد بيتصل بيا ابراهيم يزدي، وانه بعد كده بقى وزير خارجيه ايران ومن انصار الخميني من معاون الخميني، بيقول لي مش عايز تشوف الامام هو في نفل شاتو؟ قلت له بالعكس اشوفه قوي. رحت شفته وسمعته بيتكلم على، هو بيسالني بيقول لي انت مش كنت مستشار عبد الناصر؟ قلت له عمري ما كنت مستشار عبد الناصر، انا صديق لعبد الناصر بس. قال لي تعرف بالمراسلات اللي كان بيني وبينه بعد المدرسه الفيضيه، بعد حادثه المدرسه الفيضيه كان في مظاهرات في المدرسه الفيضيه وفيها قتلى والامام اعتقل فيها، الخميني اعتقل فيها. فبيقول لي في مراسلات بيني وبين عبد الناصر، ما اعرفش والله بحقيقي ما كنتش اعرف. سقف. جاء حد كلمه فارسي، راحوا جابوا من الصحارى اللي حافظ فيها اوراقه، جابوا مراسلات، جاوبوا 4-5 جوابات. اكتشفت ان هو كان وجه نداء بان الناس تساعد ضحايا الشاه في ثوره مصدق، لانه في واحد زي الدكتور فاطمي اعدم وعيلته كانت وعائلات كتير قوي. فالخميني طلب مساعدات من الدول الاسلاميه كلها، بعت جواب لجمال عبد الناصر، ويبدو انا والله ما كنت اعرف، جمال عبد الناصر رد عليه وبعت لهم $150,000. فال $150,000 وصلت والخميني اعتقل، فوقعت عند الشاه، فالشاه وقف في التلفزيون وقال لجمهور ما رايكم في زعيم شيعي يقبل ان ياخذ اموالا من رئيس سني؟ فهو بيحكي لي حكايه، بيقول لي ما تعرفش الكلام ده؟ قلت له والله ما اعرفوش، لكن سمعته. مش بس سمعته، عايز اقول لك ان انا اختلفت معاه في حاجات كتير جدا، ناقشته اختلفنا في حاجات كتير جدا، لكن قعدت معاه فوق السطح، هو قاعد بيته في قم، رحت له في قم، بيت دور واحد، وهو قاعد حاطط له كرسي على السطح، وفي ملايين البشر بيتدفقوا على البيت، والراجل العجوز ده قاعد عامل ايده كده. وبعدين لقيت الجماهير تحت، الناس جايه تحت بتهتف بحاجه انا عارفها، اسامي عارفها، سادات وبيجين وكارتر والسادات وبيجين. سالت ايه ده؟ قالوا بيحبوا يسقط السادات يسقط كارتر والسادات وبيجين. فرحت ندهت احمد خميني ابن الامام، قلت له انا ما اقدرش اقف في السطوح وهذا وتم بيتقال ضد انور السادات. مش انا موافق على كام ديفيد، مش عجباني، لكن لا يمكن كمواطن مصري ان اقف جنب الامام وهذا الهتاف ماشي في الشارع كويس بشكل موئي في الهتاف. لما نزلنا تحت وقعد الامام على الدوشك، الخميني قاعد على الدوشك حصيره كده، وانا قعدت قدامه. شوفي صور ده في الكتاب. بيقول لي تخافون باللغه العربيه، تخافون؟ قلت له انا ما قلت له اديني 2-3 من المليون اللي تحت دول ارجع مصر. قلت له اسمع انا مواطن مصري وانا هنا في زياره، هقعد ايام وهرجع لمصر، ولا اتصور ان ابقى واقف وساكت ورئيس الدوله اللي انا انتمي لها مهما كان خلافي معه حد بيهتف بسقوطه. في المكايده بين الدول، عايز اقول لك حاجه، المكايده مرات بتحصل بين الدول، انت بتعملي حاجه وتقولي حاجه والتاني بيعمل حاجه. انا قالوا لك هم، عايز اقول لك حاجه، انا لا اوافق على تسميه شارع باسم خالد السنبولي، لا اوافق بالتاكيد، وقلت هذا الكلام. قلت هذا الكلام لما نعنيهم الامر كله في الظروف، ما جات لي فرصه اقابل حد فيهم. لكن ارجوك تعرفي ان العلاقات بين الدول زي العلاقات بين الافراد فيها التصالح وفيها التفاهم وفيها التآمر وفيها اللف والدوران، وايضا احيانا فيها المكايده. هذا نوع من المكايده وانا بعتقد انه لا ينبغي. بعد 3 أيام يكون قد مضى سنه على لقائنا في باريس، وفي هذه السنة حدثت أشياء كثيرة جدا. الحمد لله. ان شاء الله امیدواریم از این بعد چیزهای زیادی بگذره. أسأل سماحة الإمام في رأيه ما هو أهم ما تحقق في السنة اللي فاتت منذ التقينا، وما هي في رأيه المهام اللي جاية المرحلة المقدمة اللي عاوز يحققها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین چیزی که در سال گذشته برای ملت ما حاصل شد قطع ایادی ابرقدرت‌ها از کشور و قطع ظلمی که بر اینها در سالهای طولانی میشد
آن بزرگتر چیزی که بود بر ما گذشت و بزرگتر چیزی که ما آرزو داریم این است که در این سال انشاءالله ممالک اسلامی به ما متصل بشند و ملت‌های مسلمین بیدار بشند و متوجه این بشند که این تبلیغاتی که ابرقدرت‌ها کردند و خودشون را آسیب ناپذیر معرفی کردند اینها حقیقت نداشته است. مشغول است که آسیب‌ها را پشت سر آسیب‌ها وارد کند و اون بت بزرگی که برای دنیا درست کرده بودند ملت ما شکستش. اونطور که اسلام دستور داده است که مؤمنین اخوه هستند همون مسائل در پیش روی ملت ها باشد. البته من از دولت ها باید بگم مایوسم، لکن ملت ها اینطور نیستند. ملت مصر یک حکم دارد و آقای سادات هم یک حکم و همینطور سایر ملت ها نسبت به دولت ها. کمی از دولت ها هست که امیدی برشون هست و لا اکثرا امید برش نیست و ما آرزوی بزرگمون این است که ملت ها این معنایی که در ایران واقع شد و دیدند اون چیزایی که به نظرشون امکان نداشت تحقق پیدا کرد، اونها هم توجه داشته باشند که غیر ممکن ها با اراده ملت ها، اراده ای که تبع اراده خداست، اراده ای که برای خداست، غیر ممکن ها ممکن میشد و محال ها واقع. خميني ما يقول لي في باريس واحنا قاعدين على الدوشك في الارض في نوفل شاتو ويقول لي انا اول ما سوف افعله ان ادخل اللغه العربيه الى مناهج الدراسه الايرانيه كلغه ثانيه بعد اللغه الايرانيه، واعتبر ان ده ضروري جدا لفهم الاسلام. انا هذا لا احاربه، انا هذا اشجعه. انا لا افهم، وحتى بعض اما كان في انا اشرت المره اللي فاتت كلام قالوا لي السيد جلال طلباني رئيس جمهوريه العراق الحالي، وقالوا لي مستشار الامن القومي، وقالوا لي مدير الرئاسه في العراق. قال لي استاذ هيكل انت شايفك بتتكلم على ايران. قلت له فندم ارجوك ترجع الى كتاب انا كاتبه اسمه ايران فوق بركان. هذا الكتاب ظهر سنه 1950 في تغطيه ثوره مصدق الاولى. انا في مقدمته كاتب انه هذه المنطقه كلها بما فيها ايران، بمعنى منطقة واحدة وأمنها واحد وحدودها متقاربة ومصالحها وأمنها متقارب، ولا بد أن تجد صيغة تعاون. ملك فاروق، بلاش جمال عبد الناصر، ملك فاروق راح جوز أخته للشاه إيران باعتبار أنه في لحظة من اللحظات لما كان لسه في تأثير الساسة المصريين اللي من وزن علي ماهر، وزن عبد الرحمن عزام والى آخره، واللي شافوا ضرورة اتجاه مصر للشرق وعملوا جوزوا أخت الملك لشاه إيران القادم. هنا كان في رؤية لأمن قومي مصري موجود. أنا لا أفهم أن بعد مليون سنة أو بعد 50 سنة إحنا 60 سنة 70 سنة إحنا جايين نقاتل إيران بدعاوى أنا لا أزال مش فاهم. فهو بيقول لي إيه لي أخوه، بيقول لي، قلت له أنا هذا موقفي طول الوقت، وأنا برى أنه إيران والحزام الشمالي تركيا
وباكستان هي الحزام الشمالي المحيط بالعالم العربي من الشمال، وعلينا أن نكون واعيين ومتنبهين له جدا. وهذه قضية، وإذا كانت في مواريث سواء من الشيعي السني القديم خلاف الشيعي السني القديم، وإذا كانت في مواريث من الخلافات المستجدة في شأن العراق في الدولة الصفوية، وإنه في احتكاكات من وقت بعد رجعت تتجدد سنة شيعة بالدولة الصفوية، فالدولة الصفوية راحت والخلافة العثمانية راحت، ونحن هنا أمام حقائق الجغرافيا والتاريخ الباقية والثابتة. وحتى لو كان في رواسب موجودة تجاه إيران، فعلى بقية الدول العربية أن تحاول، الدول العربية وهي تحرص على حزامها الشمالي، أن تحاول حل هذا الإشكال، لكنه ليس بالحرب، ليس بتحريض صدام حسين يدخل في حرب ضد إيران، ثم ليس باستغلال مشهد مأساوي وهو مشهد إعدام صدام حسين، وإنه في واحد من إخواننا الشيعة قال مقتدى ومشهد الإعدام بيحصل، فتستبدل الصور مباشرة تتشال إسرائيل ونحط الشيعة. ده كلام من ضرورات الأمن القومي، في نظرية الأمن القومي بدهلي تائهة وتقريبا تكاد تنزع سلاحها بالكامل في أنابوليس، منها تحديد من هو العدو، تحديد مين عدو، وما هي، أو على فرض أن في عدو، ما هي أولويات العداء، فين أولويات.